أن حال ثقافتنا عموما ومسرحنا بشكل خاص هو حسب اعتقادي المتواضع وظني أنه متراجع. ومن عايش التجربة المسرحية العراقية في بغداد وهي الأساس وفي البصرة والمحافظات البقية سيكتشف قوة هذا التراجع. وليس المسرح فقط، ليس المسرح فقط، وإنما كل الثقافة الفنية الأدبية. نعم يوجد مثقفون، لكن ثقافة ما. الثقافة تختلف عن المثقفين بالحياة الثقافية. أكو حياة ثقافية. احنا عشنا بفترة السبعينات حياة ثقافية مكتملة. بساعة بساعتين بثلاثة ممكن أن ندرسه ب4 سنين ب5 سنين ب6 سنين وما نفي حقه في ما قدمه من منجز. ليس فقط المنجز اللي نشاهده كعروض مسرحية، بل القيم الفكرية اللي يطرحها. رجل منتج للأفكار، مفكر بشكل حقيقي وبشكل يعني يضع النقاط على الحروف. له بصمة في المسرح في البصرة، تجارب كثيرة استفدنا منه كثيرا، وفي ظروف صعبة أنتج أعمال مسرحية على مستوى تضاهي مسرح في بغداد وفي باقي المحافظات. حقيقة المحاضرة التي استمتعنا بها اليوم للدكتور طارق العذاري عن مسيرته الفنية وعن تاريخ الحركة المسرحية في البصرة، يعني نتمنى أن تكون أكثر من هذا الوقت، ولكن للأسف هو مقيد بوقت. الفنان دكتور طارق العذاري لا تسعه محاضرة لمدة ساعة أو ساعتين.